السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده هنعمل كبده اسكندراني سهله وما بتاخدش وقت خالص. الكبده دي مجمده، بحب اجيبها شرايح للشوي كده واقطعها افضل ما نجيبها متقطعه. جبتها متقطعه كذا مره لقيتها مهريه وطعمها مش حلو، قلت اجيبها شرايح للشوي كده لقيتها الطعم مختلف، الطعم احسن والحته متماسكه كده مش مهريه. فلما تحبي تجيبيها مجمده هاتيها شرايح للشوي وانتي قطعيها. هو طبعا مفيش احلى من الكبده البلدي، انا طول عمري بحب اجيب الكبده البلدي بس جبتها مرتين ورا بعض لقيتها زفره، فبطلت اجيبها. انتي بقى لو واثقه في الجزار اللي انتي بتتعاملي معاه اللي هو بيبيعها بلدي مش مستورده على اساس بلدي، هاتيها طبعا هتبقى افضل بكتير واحسن. الكبده ما شاء الله بيبقى كلها حديد كده ومفيده لينا ولاولادنا. آه، انا بقى لي فتره كبيره لما بتهف علينا بجيبها مجمده. لو جبتيها بقى مجمده وعندك دهنه بقى حاولي تحطي دهنه عليها كده بتديها طعم حلو قوي. ويا سلام بقى لو كبده دهنه ضاني بتديها برضو طعم حلو. بحب والله اقول لكم المعلومه بس دي اللي انت تخلي بالك ايه لما تتعاملي مع جزار، تخلي بالك عشان في بعض الناس مش عارفه. انا والله مش بذم في حد بس دي يعني ايه، حاجه في ناس كتير عارفاها، اللي في بعض الجزارين بيجيبوا الكبده المستورده بيبيعوها على اساس بلدي. بصي دلوقتي كيلو البلدي بكام والمستورد بكام؟ فحرام يعني حد يبقى مثلا شقيان وتعبان بالفلوس عشان ياكل الاولاد ولقمه كويسه ويروح يجيبها بلدي تطلع مستورده، فحرام. انتي بقى واثقه في الجزار اللي انتي بتتعاملي معاه هاتيها بلدي. هنا بقى بحب اقطع الثوم وفلفل الوان، ما كانش عندي فلفل اخضر حامي فحطيت معلقه شطه كبيره. وحطيت كده كميه زيت حلو على قد الكبده، ونزلت بقى بفلفل وكمون وفلفل اسمر، بفلفل اسمر وكمون وملح. بشوحها بقى كده تشويحه حلوه لحد ما تستوي وما شاء الله. اما بننزل بقى بالفلفل والثوم كده في الزيت نديله تشويحه دي بتديها نكهه حلوه وطعم حلو، واكله سريعه مبتاخدش وقت خالص. في يوم بقى مش فاضيه مشغوله جايه من مشوار ما عندكيش اكل، دي اكله مبتاخدش وقت خالص وفي نفس الوقت خفيفه وطعمها حلو. انا النهارده بقى حبيت اعملها سندوتشات، ممكن تعمليها برز ابيض او مكرونه حسب ما بتحبي اعملي. ويا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.